الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحياتي لكم جميعا أصدقاء الأعزاء. يا رب إن شاء الله تكونوا بخير يا رب، ونسمع عنكم سمع خير، ويا رب إن شاء الله مصر كلها تكون بخير، ونتمنى إن شاء الله ربنا يصلح الحال والأمور تتظبط شوية. زي ما اتكلمنا هنكمل مع بعض مشوار الموضوع بتاع تركيب الأعلاف، وايه افضل شيء بالنسبه لتركيب العلف سواء كان حلاب او تسمين. زي ما قلنا ان اي كائن حي سواء انسان حيوان طائر، اي كائن حي بيحتاج حاجات ليه متطلبات لجسمه، لازم انك انت توفرها له. لو هو خدها بالزياده تعمل له مشاكل، لو خدها بالاقل تعمل له مشاكل، لو خدها بالزياده سواء كان بروتين او طاقه ازيد بتعمل له امراض زي تسمم الحمل في الاغنام، زي مرض اللي هو التسمم المعوي. نسبه البروتين لما بتزيد في الاغنام ممكن تعمل لك حاجه اسمها تسمم معوي وتشتغل اللي هي السالمونيلا بيرفرنجز اللي هي البكتيريا اللاهوائيه. ولما يبقى بروتين عالي بتبقى تعمل حاجه اسمها الكوتين بودز وتعمل حموضه في الدم وتموت الحيوانات. فلازم يكون في توازن، لازم يكون في توازن في العلاجه، لا تزود ولا تنقص. فزي ما قلنا احنا الحكايه الحي محتاج ايه؟ محتاج بروتين ومحتاج طاقه واملاح معدنيه وفيتامينات والميه والهواء. دي عناصر الحياه عموما، اسمها عناصر الحياه: طاقه، بروتين، ميه، املاح معدنيه، فيتامينات. في حاجات مش موجوده لا في العلف ولا في التربه، فبنضطر نعملها اللي هي اسمها اضافات الاعلاف. لازم نحطها احنا من بره، نضيفها احنا من بره عشان خاطر ان احنا نغطي النقص في الحاجه ديت. فاي حيوان في الدنيا زي ما قلنا محتاج بروتين، محتاج طاقه. مصادر الطاقه زي ما قلنا احنا الذره الصفراء. تمام. الذره الصفراء زي ما قلنا نسبه الطاقه في البروتين فيها 7-9%، لان هي مصدر طاقه. الالياف 2.5%، طبعا طاقه 82.6، ونسبه دهن 80%. دي طبعا اهم مصدر من مصادر الطاقه اللي احنا بنعتمد عليه في تركيب العلف. وطبعا زي ما قلنا بتمثل من 50-70% من تركيبه العلف. في كثب بذره فول الصويا سواء كان للمشيه او حتى للدواجن. البروتين الطاقه فيه بتبقى 71% برضه بالنسبه لكثب فول الصويا. نسبة البروتين فيه 48%، وفيه طاقة برضه 71%. يعني كثب الفول الصويا ده بصراحة ماليش حل، يعني أحسن منتج بالنسبة. طبعا عشان كده سعرها رفع بسبب كمية الضغط عليها، أو إنها مطلوبة في الفترة اللي جاية. طبعا بتمثل حوالي 20% من العليقة. يعني احنا زي ما قلنا قبل كده لو حطينا 500 ذرة في الطن يبقى بنحط حوالي 150 كيلو بكثب بذرة فول صويا. ثالث حاجة نخالة الجمح. النخالة طبعا زي ما قلنا ملهاش حل، نسبة بروتين برضو من 11-15%، وفيها ألياف وفيها طاقة 51%. يبقى النخالة والذرة مصدر للطاقة. كثب بذرة فول الصويا مصدر بروتين وطاقة برضو في نفس الوقت. كثب العباد فيه بروتين 40%، عباد الشمس طبعا برضو ممتاز. لما يكون حد عنده كثب عباد شمس ممتاز، بيبقى فيه نسبة فيه برضو ألياف 26%. كثب بذرة القطن من أرخص مصدر البروتين، من مصدر بروتين برضو رخيص بالنسبة للمصادر التانية، ومع ذلك نسبة بروتين فيه 40%. والطاقة 88%، بيديني طاقة وبيديني بروتين. طبعا بنحط طبعا في ماده اسمها الجوسي بول، ماده سامه طبعا في كثب بذره القطن. عشان كده احنا ما بنكترش منه او ما بنوكلش العمر اقل من 6 شهور ما ياكلش ما يحطلوش كثب بذره القطن، طبعا عشان الماده ديت بتاثر على العمر الصغير. هو طبعا العيب الوحيد اللي في كثب بذره القطن اللي هي ماده الجوسي بول ديت، وان هو ما فيش كاروتين وكالسيوم ناقص فيها، لكن غني في الفوسفور جدا، وفي نسبه الياف 14%، بروتين 40%، دهن 1.5، الطاقة 68%. بعد كده في حاجة تاني اسمها الكثب البنجر. كثب البنجر ده ممتاز جدا بصراحة، في نسبة بروتين عالية، نسبة طاقة عالية 66. كثب البنجر نسبة الطاقة فيه 66%، وفي بروتين 8%. طبعا ده بيجي من صراحة البنجر ومصدر طاقة كويس. يبقى أنا عندي كثب البنجر وعندي النخالة وعندي الذرة، دول مصادر طاقة.
عندي كزب بذرة القطن وكزب الكتان والعباد، دول يعتبر مصادر بروتين. طبعا الجلوتين، انتوا عارفين الجلوتين ده اللي بيجي من برضه نتيج الذره الصفراء، بيطلع منها بعد ما نستخلص الزيت والنشا، بيبقى فيه بيطلع منتج كده في صوره رطبه اللي هو اسمه الجلوتين. ده نسبه بروتين فيه 60% وطاقه 83، شغال يعني حاجه حلوه ان شاء الله، وبيحل محل المصادر الطاقه يعني. في برضه مصدر تاني اللي هو الجلوتوفيد. حد عارف الجلوتوفيد يعني ايه؟ اللي هي يعتبر الجلوتوفيد ده الذره. الجلوتوفيد الذره ده منتج ثانوي من استخلاص النشا والجلوكوز، بيطلع حاجه في الاخر كده اسمها جلوتوفيد. ده بروتين 20%، نسبه بروتين قليله فيه بس فيه طاقه 80%. ده يعتبر مصدر طاقه على اساس ان هو برضه منتج من الذره. كزب السمسم ممتاز جدا، نسبه بروتين فيه 30%، والياف 5%، والدهن 5%، وفي طاقة 85%. يعني كزب السمسم ده يعتبر من أهم العناصر اللي هي بتطلع من استخلاص طبعا الزيت من السمسم، وهو من الكزب الممتاز، استفادة عالية للحيوان، ذو محتوى عالي من البروتين والدهن والكالسيوم وفوسفور ومستساغ كمان، بس بيتحمص طبعا بعد عملية التحميص والضغط، ومتخلصوا من القشرة بتاعته، بيبقى المنتج ده في صورة جافة، ويمكن استخدامه كمصدر بروتين يحل محل الصويا كمان في الأغنام والمشي. ممكن نحطه في العليقة بنسبة 10-20%، يحل محل الصويا. كزب السمسم ده ثبت وجوده. كزب الكتان ده طبعا نسبة البروتين فيه 34%، ده برضو حلو جدا، مصدر غني بالبروتين، بيستخدم برضو في العلاج. مفيش أي تأثير سلبي ظاهر من كزب الكتان، وممتاز جدا في زيادة الدهن في اللحم واللبن، ويعالج خمول المبايض، ويعني حاجات بصراحة نسبة البروتين فيه 34%، والياف 10%. كزب حبة البركة برضو مصدر بروتين ممتاز، البروتين 34% وطاقة 75. يعني حبة البركة. فول فات صويا بتاعته 85%، اللي هو الفول فات صويا، ونسبة بروتين 37%. طبعا دي قلنا لكم احنا كل المصادر الطاقه والبروتين اللي بتخش في تركيب العليقه بالنسبه للحيوان. طب انت هتلعب بقى في لما يكون عندك حيوانات حلاب او حيوانات تسمين، احنا بنلعب في نسبه البروتين. انا عندي العجل الرضيع، بعد العجل اللي هو مثلا بعد الفطام بيحتاج نسبه بروتين عاليه، عشان هو لسه بيبدا يبني العظم بتاعه، بيبدا يبني العظام بتاعته، فلازم بيحتاج نسبه بروتين 19 لحد 21%، ده بعد الفطام. كل ما بروح كل ما الحيوان بيكبر في السن، كل ما انا بقل نسبه البروتين. لكن في مرحله البناء دي لازم اعلي نسبه البروتين. زي طبعا المفروض في حياتنا كده الطبيعيه، الام بتدي الاب المناب الكبير، لا المفروض العكس على فكره، بس هي طبعا ممكن تمشي من البيت لو عملت كده. المفروض الطفل الرضيع، الطفل الصغير اللي هو لسه صغير يعني 3-4 سنين كده، المفروض هو اللي ياخد اكبر مناب في البيت. لكن طبعا دي خلاص ثقافه محدش بيحسبها كده يعني. فالعجل بعد ما يتفطم بيحتاج 19 ل 21% بروتين. بعد كده انت هتدخل على مرحله التسمين، بتحتاج من تبدا ب 17، تبدا ب 16-17%، وتنهي ب 14% بروتين. حط مثلا الخلطه العامه واللي الناس كلها بتعملها والاساسيه في التركيبه، لو انت تعمل تركيبه علف بيبقى 500 ذره و300 رده و100 صويا و100 بذره قطن، دي بتديك 16-17% بروتين اللي انت عايزها للعجل اللي هو وزنه 250 او 300 كيلو، وتبدا بيه تسمين. عايز انت بقى تلعب في نسبه البروتين، هتقلل الصويا طبعا، وتقلل في نسبه في البذره القطن اللي هم المصادر البروتين. لكن الذره مش هتقدر تقلل فيها، لان دي مصدر طاقه لازم يكون موجود فيها. فانت بتلعب في الحته دي اللي عشان بس تبقوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه للحلاب، الحلاب بيحتاج 14-16% بروتين. في طبعا شركات كتير بتقول لك عالي الاضرار وواطي الاضرار ومتوسط الاضرار، واديله 24%. لو الحيوان ده جسمه متغذي كويس مش محتاج ال 24% بروتين، ممكن 14% 16% تمشي معاك كويس وتديك انتاج كويس. اهم حاجه العليقه تكون متزنه وفيها املاح وخمائر وبريمكسات، والاضافات دي مهمه جدا.
يا رب اكون افدتكم، وان شاء الله هنكمل مع بعض باذن الله في الفيديوهات اللي جايه موضوعات مهمه جدا. اتمنى ان الكل يستفاد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.